كنا بدأنا في الكلام عن الليست وبعض العمليات اللي بتتم على الليست، وكنت بقول لك أنا لو مديك كود بالشكل ده معناها بي هتبقى جواها إيه؟ افتكر كده، أنا بقول له A أوف 5 إلى الآخر. معناها إن أنا بقول له بعد إذنك يا بايثون اعرض لي العناصر من العنصر اللي ترتيبه رقم 6 لغاية الآخر. وقلنا رقم 6 ليه؟ لأن أنا مديله الاندكس رقم 5، فكأني بقول له اعرض لي من العنصر اللي ترتيبه السادس لغاية الآخر في ليست جديدة، وسمي الليست ديت إيه؟ وسمي الليست ديت بي. طيب لو اديته اندكس مش موجود، إيه اللي هيحصل؟ أنا بقول له A أوف 26 إلى الآخر وحط لي الناتج في بي، وبقول له اعرض لي القيمة بتاعت بي. قال لي خد بالك، ده بي هتبقى قيمة فارغة، اداني أقواس سكوير براكت فاضية، فتحها وقفلها وخلاص على كده. يبقى هو هنا قال لي أنا ما اعرفش الاندكس من 26 للآخر، أنت ما عندكش أصلا عارفش يعني إيه 26. معناه أنا بقول له ابدأ هات لي أو رجع لي من العنصر رقم 27 اللي ترتيبه 27 في الليست لغاية الآخر. هو أنا أصلا عندي 27 عنصر، ده هم مثلا حوالي قول 15، لكن فين 27؟ انا مش شايف العنصر اللي الاندكس بتاعه 27 26 او العنصر اللي ترتيبه 27، وبالتالي رجع لي ايه؟ رجع لي ليست فاضيه زي ما احنا شايفين كده. طيب نفتكر برضو مع بعض، لو انا قلت له انا معرف متغير اسمه ايه عباره عن ليست بالشكل ده، وبقول له بي متغير جديد حط له جواها القيمه اللي هي عباره عن ايه اوف، بفتح اقواس براكت واحط كولون واسيبها فاضيه، دي معناها ايه؟ معناها بقول له هات لي جميع عناصر الليست اللي اسمها ايه وحطها في الليست اللي اسمها بي. هيروح ياخد كل عناصر ايه يحطها في الليست اللي اسمها ايه، يحطها في الليست اللي اسمها بي. كمان اكتر من كده، احنا ممكن نعمل تعديل على عناصر الليست. ازاي؟ هقول له حاجه بالشكل اللي قدامي ده، انا هعرف متغير اسمه ايه، وايه عباره عن ليست بالشكل اللي قدامي ده. لما اجي اقول له دلوقتي ايه اوف 3 بتساوي 10، ايه اوف 3 بتساوي 10، كاني بقول له بعد اذنك يا بايثون روح على العنصر الرابع في الليست اللي هو العنصر رقم اللي رقمه 4، اللي هو العنصر اللي رقمه 4، وبدله ب 10. وبدله بايه؟ ب 10. لان انا قلت لك قبل كده ان البايثون لما بيشوف علامة يساوي معناها انه بياخد اللي في اليمين يحطه فين؟ يحطه في الشمال. طب اللي في الشمال هو ايه؟ اللي في الشمال هو ايه اوف 3. ايه اوف 3 يعني العنصر اللي الاندكس بتاعه 3، يعني العنصر اللي ترتيبه الرابع في الليسته. العنصر اللي ترتيبه الرابع في الليست. فين العنصر اللي ترتيبه الرابع في الليست؟ هو رقم 4، لأن 4 هو العنصر اللي ترتيبه 4 في الليست. وبالتالي كأني بقول له بعد إذنك يا بايثون روح على الرقم 4 وبدله بالرقم اللي إيه؟ وبدله بالرقم اللي هو 10. روح على الرقم 4 وبدله بالرقم اللي هو 10. وبالتالي لما أقول له رن هيعرض لي الليسته زي ما هي بالظبط 1 2 3، بس هيشيل 4 ويحط مكانه ايه؟ ويحط مكانه 10. ليه؟ لان انا بعمل اساينمنت، بقول له خد القيمه اللي في اليمين اللي هي 10 حطها في اللي في الشمال اللي هي ايه اوف 3. طب ما هي ايه اوف 3؟ ايه اوف 3 هو العنصر اللي الاندكس بتاعه 3، معناها العنصر اللي ترتيبه 4 في الليست. يبقى هيروح على العنصر ده ويقوم شايله ايا كان هو ايه، ويقوم شايله ويقوم حاطط مكانه كام؟ ويقوم حاطط مكانه 10. نفس الحكايه لما اقول له ايه اوف 6 بيساوي 100، دي معناها ايه؟ بقول له بعد اذنك يا بايثون روح على العنصر اللي ترتيبه السابع في الليسته وشيله وحط مكانه 100. العنصر اللي ترتيبه السابع ايا كان هو ايه هيقوم رايح شايله وحاطط مكانه ايه 100. كان العنصر اللي ترتيبه السابع هو العنصر كام؟ هو العنصر 50، هيقوم شايل 50 دي وحاطط مكانها 100. عشان كده لما طبعنا الليست الجديده اداني ايه؟ اداني ايه؟ هي عباره عن نفس الليست بس شال ال 50 وحط مكانها كام؟ وحط مكانها 100. كمان ده انا ينفع اعمل اكتر من تعديل في نفس الوقت. ازاي؟ خليني دلوقتي اعرف كود بالشكل اللي هو قدامنا ده. ايه عباره عن متغير، وايه المتغير ده عباره عن ليست وجواها القيم دي. كويس جدا. لما اجي اقول له دلوقتي
A اوف 0 خلاها بتساوي 1000، و A اوف 1 بتساوي 2000، و A اوف 2 بتساوي 3000، و A اوف 3 بتساوي 4000، و A اوف 4 بتساوي 5000، وبرنت ايه. دي معناها ايه؟ معناها انا بقول له بعد اذنك يا بايثون روح على العنصر اللي ترتيبه 0، اللي الاندكس بتاعه 0 في الليست، وشيله وحط مكانه 1000. والعنصر اللي ترتيبه 1 كاندكس يعني اللي هو العنصر الثاني، يبقى 0 العنصر الاولاني، 1 العنصر الثاني، شيله وحط مكانه 2000. وروح على العنصر اللي ترتيبه 2 اللي هو العنصر الثالث، شيله وحط مكانه 3000. وروح على العنصر اللي هو ترتيبه 3 كاندكس اللي هو العنصر الرابع، وحط مكانه 4000. والعنصر الخامس اللي هو الاندكس بتاعه رقم 4، شيله وحط مكانه 5000. وبالتالي لما اقول له برنت ايه، هيقول لي والله انا شلت العنصر الاول وحطيت مكانه 1000، والعنصر الثاني حطيت مكانه 2000، والثالث حطيت مكانه 3000، والرابع حطيت مكانه 4000، والخامس حطيت مكانه 5000، وسبت باقي عناصر الليسته زي ما هي لان انت ما طلبتش عليها تعديل. عندي كمان ينفع يكون التعديل بالشكل اللي انا هقول لك عليه دلوقتي ده، عن طريق ان اقول له خد من العنصر كذا الى العنصر كذا وخليهم بالقيم كذا. ازاي؟ لو انا عايز اقول له خد من العنصر الثالث، خد من العنصر اللي ترتيبه رقم 3 لغاية العنصر اللي ترتيبه الخامس وخليهم باصفار. وخليهم بايه؟ وخليهم باصفار. يعني دلوقتي لما تقول له A اوف 2 الى 5 معناها ايه؟ بعد اذنك يا بايثون روح على خد من العنصر اللي ترتيبه رقم 3 للعنصر اللي ترتيبه رقم 5 وحط لي مكانهم ايه؟ وحط لي مكانهم اصفار. وبالتالي لما اقول له رن هلاقيه عمل ايه؟ طبع لي الليست زي ما هي، بس راح على العنصر اللي ترتيبه 3 لغايه العنصر اللي ترتيبه رقم 5 وحط مكانهم ايه؟ وحط مكانهم اصفار. كمان لو انا عايز اقول له خد من العنصر الثالث غايه العنصر الخامس وخليهم بفاضي، يعني احذفهم من الليست بتاعتي. وبالتالي لما اجي هنا مثلا على جزء الكود اللي هو قدامي ده واقول له خد من العنصر الثاني الى العنصر الخامس ويحط لي سكوير براكت فاضي كده، معناها ايه؟ معناها روح خد من العنصر الثالث لغايه العنصر الخامس وخليهم بايه؟ وخليهم بفاضي. وبالتالي لما اقول له رن هيعمل لي ايه؟ قام رايح شايل او حذف العناصر دي من الليست بتاعتي خالص. راح شال العناصر دي من الليست لان انا بقول له ايه؟ حطهم بفاضي. فاضي يعني ايه؟ خلاص فاضي. فانت شيلهم كما لو كنت بقول له احذفهم. طبعا في طرق كتيره للحذف ان شاء الله هناخدها قدام. فانا هنا كما لو كنت اقول له روح على العنصر الثالث لغايه العنصر الخامس وشيلهم وحط مكانهم فاضي، يعني احذفهم خالص من الليسته اللي هي موجوده عندي. كمان ينفع اقول له خد من العنصر الاول غاية العنصر الخامس وحطهم بفاضي، يعني شيلهم خالص من الليست بتاعتي اللي هي موجودة عندي. لما أقول له فاضي إلى 5 معناها إيه؟ وطبعا ده أساينمنت حاجة فاضية. لما أقول له سكوير براكت فاضي كأني بقول له روح على العنصر الأول في المصفوفة وامشي لغاية العنصر الخامس وشيلهم وحط مكانهم فاضي، يعني احذفهم من الليست بتاعتي اللي أنا شغال عليها. أما رايح على العنصر الأول لغاية الخامس وقام شايلهم خالص من الليست بتاعتي وطبع لي فقط من 6 لغايه كام؟ وطبع لي فقط من 6 لغايه اخر عنصر موجود عندي في الليسته بتاعتي. ينفع برضو اقول له امسح من العنصر السادس لغايه الاخير. امسح من العنصر السادس لغايه ايه؟ لغايه العنصر الاخير. اقول له اهو A اوف 5 الى فاضي وبيساوي الايه؟ السكوير براكتس اللي هي فاضيه دي. كده كاني بقول له ايه؟ بعد اذنك يا بايثون روح خد رينج العناصر من العنصر السادس الى الاخر وشيلهم خالص من الليست بتاعتي اللي هي موجوده عندك. قام رايح من اول العنصر السادس لغايه الاخر شايلهم ومرجع لي فقط الشويه الباقيين اللي هم من 1 لغايه كام؟ من 1 لغايه 5. طيب ماذا لو قلت له A اوف فاضي الى فاضي؟ A اوف فاضي الى ايه؟ فاضي الى فاضي وبيساوي سكوير براكت فاضيه. دي معناها ايه؟ معناها ان انا بقول له شيل لي جميع عناصر الليسته اللي اسمها ايه؟
شيل خالص جميع عناصر الليست اللي هي ايه اللي اسمها ايه. وبالتالي لما اقول له برنت ايه، انت متخيل هيديني ايه؟ هيقوم قايل لي انت عندك ايه بقت فاضيه. ايه بقت فاضيه، انت شلت جميع عناصر الليست بتاعتك. وبالتالي لما تشيل جميع عناصر الليست هيرجع لك ليست فاضيه ما فيهاش ايه، ما فيهاش اي حاجه. برضو أخدنا قبل كده لو عايز أقول له شيل العنصر رقم 6 وحط مكانه مجموعة من القيم. شيل العنصر رقم 6 وحط مكانه مجموعة من القيم. خد بالك بقى. طب أنا لو جيت هنا وقمت قايل له A اوف 5 بيساوي سكوير براكت فاضي، ده هيديني إيه؟ هيقوم رايح على العنصر اللي ترتيبه رقم 6 في الليست بتاعتي وشايله وحط مكانه إيه؟ وحاطط مكانه سكوير براكت فاضي. لما اقول له رن هيقول لي اهو الليست بتاعتك هي بس العنصر رقم اللي ترتيبه رقم 6 في الليسته انا شلته وحطيت مكانه ايه؟ وحطيت مكانه سكوير براكت فاضي. طيب انا مش عايزه يحط سكوير براكت فاضي، انا عايزه يروح على العنصر السادس في الليست بتاعتي ويحط مكانه مجموعه من القيم، ايا كان بقى القيم دي شكلها عامل ازاي. اقوم قايل له حاجه بالشكل ده، ايه بيساوي كذا في الليست بتاعتي الاصليه. اقول له ايه اوف 5 معناها العنصر اللي الاندكس بتاعه الخامس، يعني العنصر اللي ترتيبه رقم 6 في الليست بتاعتي. هيشيله ويحط مكانه ليست جديده هي عباره عن 9 و9 و9. يبقى دول كلهم هيبقوا عباره عن ايه؟ دول كلهم هيبقوا عباره عن العنصر اللي ترتيبه رقم 6 في الليست بتاعتي اهو. وبالتالي لما قلت له ابقى اعرض لي قيمه الايه، خد بالك بقى، عرض لي كله زي ما هو عند العنصر رقم 6، شال وحط مكانه ايه؟ شال وحط مكانه ليست صغيره جواها الاربع تسعات اللي انا مديهم له دول. ما راحش قال 9 كوما 9 كوما 9، لا، ده انا بقول له بعد اذنك يا بايثون روح على العنصر اللي ترتيبه رقم 6 في الليست بتاعتك وشيله وحط مكانه ليست صغيره هي عباره عن مجموعه القيم دي. وبالتالي لما قلت له اعرض لي قيمه الايه الجديده، عرض لي الايه بالشكل اللي هو قدامي ده.